اتام المعروف بالفرعون او يوجي المظلم، واللي اتعرف في الدبلجة الانجليزية باسم يامي يوجي، هو واحد من الشخصيتين الرئيسيتين في عالم يوجي يو، لكنه ما ظهرش في بدايته كبطل نبيل او رمز للخير، بل كشخصية مظلمة وباردة وقاسية بتعتمد على الحظ الخارق والسحر الاسود للفوز فيما يعرف بالشادو جيمز. ودي العاب ما كانتش الهزيمة فيها مجرد خسارة، بل كانت بمثابة عقاب نفسي او ذهني ممكن يدمر الخصم بشكل كامل. فالفرعون وقتها كان بيؤمن ان اللي بيغلط كان لازم ان هو يدفع الثمن بشكل كامل. ولو كنتم من محبين محتوى الانمي المظلم او التحليل العميق لشخصيات طفولتنا، فياريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والقصة الحقيقية للشخصية الظلامية دي بتبدأ لما كان في فتى صغير اسمه يوجي موتو قدر ان هو يحل لغز الميلينيوم بازل او الأحجية الألفية، وهو أثر مصري قديم بيقال ان هو بيمنح أمنية واحدة لأي حد كان بيتمكن من حله. لكن اللي يوجي ما كانش يعرفه أبدا وقتها هو ان اللغز ده ما كانش هدية، بل هو كان بمثابة بوابة لارتباط روحه بروح الفرعون آتام، وده كان كيان قديم بيحمل جواه مفهوم مختلف تماما عن العدالة. وبعد اكتمال الارتباط ده اتولد يوجي المظلم، واللي هو كان نسخة مشابهة ليوجي موتو في الملامح، لكنها كانت أطول وأكتر حدة وشخصيتها أبعد ما تكون عن البراءة. وفي بدايات المانجا أو القصص المصورة باللغة اللبنية، يوجي المظلم ما كانش بيظهر إلا بالليل بس، وكأن الظلام هو البيئة الطبيعية بتاعته، وكان هو اللي بيتولى بنفسه معاقبة أي شخص بيحاول استغلال يوجي أو إيذاء أصدقائه، مش بس عن طريق إنقاذهم بل عن طريق تحدي خصومه في ألعاب الظل. ودي كانت ألعاب مصممة خصيصا لكشف الطمع والغرور أو السادية داخل الخصم، وبعدين بيتم تحويل الصفات دي كلها لألعاب العقاب، وهي كانت عقوبة شديدة جدا بتعتمد على السحر الأسود وبتعكس خطايا الخصم عليه بشكل مباشر. وواحد من أشهر الأمثلة على كده كان المتنمر تيتسو أوشيو، فالفرعون استخدم ضده لعبة عقاب كان اسمها Illusion of Avarice أو اللي مقصود بيها وهم الطمع، ودي اللي خلته يشوف القمامة والأوراق التالفة كأنها أموال حقيقية، فبدأ يجمعها بحوث قدام الجميع علشان يفضح طمعه بشكل علني. بالإضافة للمغني سوجوكي اللي أجبر الطلاب على بيع تذاكر حفلاته بالقوة، واللي يوجي أجبره على سماع صوت دقات قلبه بتتضخم بدون توقف لغاية ما فقد اتزانه العقلي تماما. والغريب كمان ان بعض ألعاب الظل اللي كلها ظهرت في الموسم الصفر من الانمي ده ما كانتش بتعتمد على السحر اساسا، بل على دفع الخصم ان هو ينهي مصيره بايده، زي لاند ماين برير اللي انتهت بصعق مجموعة من المجرمين بشكل كهربائي او ناري، ففي مجرم هربان اتسبب في حرق نفسه، او بويزن ريفولت لما لسع عقرب احد التجار بعد خيانته لجوي. والعقوبات دي كلها بتورينا بوضوح ان مفهوم العدالة ليوجي المظلم ما كانش بيقوم على الرحمة بل على رد الألم بنفس الألم. لكن أقصى مثال على عدالة الفرعون وأكترها شهرة كانت مع السيد سيتوكايبا نفسه. ففي أول مواجهة حقيقية بينهم وبعد ما يوجي المظلم قدر إن هو يهزمه باستخدام إكسوديا، الفرعون ده ما تعاملش مع الأمر كمجرد انتصار في لعبة كروت. ففي المرحلة دي من القصة برضه كان الفرعون لا لازال بيستخدم ألعاب الظل بدون تردد، فقام بتنفيذ واحدة من أخطر العقوبات النفسية المعروفة باسم المايند كراش. والعقوبة دي ما كانتش جسدية بل كانت عقلية بشكل تام. فالفرعون حطم غرور قايبة وثقته بنفسه ودمر إحساسه بالسيطرة والكمال، وده خلاه يخش في حالة انهيار ذهني تام. وفعلا لو لاحظنا هنلاقي ان هو اختفى بعدها من السلسلة لفترة طويلة. فعقاب قايبة ما كانش عشوائي بل كان انعكاس مباشر للخطايا بتاعته والغرور والقسوة واستغلال القوة بدون رحمة. وده طبعا دليل واضح جدا على ان يوجي المظلم وقتها ما كانش بطل بل هو كان بمثابة قاضي بينفذ الحكم بنفسه. وفي المرحلة دي يوجي نفسه ما كانش على علم بوجود الكيان ده جواه، وما كانش بيفتكر اي حاجة بتحصل له اثناء فترة سيطرة الفرعون على جسده.
في حين ان اصدقائه افتكروا في البداية ان الامر مجرد جانب تاني من شخصيته، قبل ما يكتشفوا بعد كده ان يوجي والفرعون دول عبارة عن كيان منفصل تماما، لكل واحد فيهم فلسفته الخاصة في التعامل مع الظلم اللي بيتعرض له. ومع تقدم المانجا بيبدأ يوجي المظلم في التغيير تدريجيا، خاصة بعد إدراكه إن استخدام العقاب المستمر ممكن يخليه ما يختلفش كتير عن الأشرار اللي هو بيعاقبهم. ومع تدخل يوجي في اللحظة الحاسمة لمنع الفرعون من قتل قايبة أثناء مبارزتهم في مملكة المبارزين على قمة قلعة ماكسيميليان بيجاسوس، بيبدأ التحول الحقيقي في شخصيته علشان يبقى شخص أكثر اتزانا. أي نعم كان لسه صارم، لكنه أقل اندفاعا في تنفيذ العقوبات. وبعدين نروح للمرحلة الرابعة من سلسلة ألعاب الموت اللي عدها قايبة بنفسه لمواجهة يوجي، واللي كانت عبارة عن مباراة شطرنج بين وحوش يوجي ووحوش موكوبا أخو سيتو قايبة الصغير، واللي موكوبا حاول ان هو يغش فيها باستخدام وحوش قوية، لكن يوجي استخدم ذكاء وقدرات وحوشه الصغيرة علشان يقدر ان هو يفكك خطته تدريجيا، وقدر ان هو يدمر وحوشه الكبيرة بطريقة ذكية وحول بعض الوحوش بتاعته لقدرات اقوى. وفي النهاية يوجي المظلم فاز بالمباراة وانقذ موكوبا من العقوبة القاتلة اللي كان اسمها تجربة الموت. وده بيورينا ان ذكاء يوجي واستراتيجيته تقدر تخليه يتغلب على اي خداع او لعبة قاتلة. وبحلول نهاية الجزء الاول الفرعون بيتوقف تماما عن استخدام الالعاب دي، مقتنعا بان الاستمرار فيها ممكن يدل على ان الادوات الاثرية نفسها بتحمل ارادة شريرة، وان العدالة ما ينفعش تتبني على التعذيب بس. وده اللي مهد لتحول السلسلة بعد كده للشكل الاشهر اللي احنا عارفينه، واللي بيعتمد على الدول مونسترز والمبارزات العادية. وفي انمي 1998 تم تأدية صوت الفرعون بواسطة ميجمو اوجاتا في اليابان بصوت بارد وحاد بيعكس شخصيته المظلمة، في حين ان دان جرين هو اللي تولى الاداء الانجليزي بعد كده. وده نفس الممثل اللي ادى صوته شخصيات قوية وشريرة زي ميوتو، وده اللي عزز صورة يوجي المظلم كشخصية مهيبة ومخيفة. وفي الاخر يوجي اللي بقى رمز للبطل المثالي في الانمي بدأ رحلته كشخصية اقرب للشرير، بتنفذ عدايا قاسية بدون اي رحمة. وده اللي بيثبت ان يوجي يوفو جذوره ما كانش عمل موجه للاطفال اساسا، بل قصة مظلمة عن القوة والعقاب والخط الفاصل بين العدالة والانتقام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، وياريت تكتبولي في الكومنتات عن الشخصيات او القصص المرعبة اللي انتوا حابين ان انتوا تسمعوا عنها في الفيديوهات اللي بعد كده. واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من قناة مهووس معلومات، واشوفكم على خير ان شاء الله.